السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. حلقة جديدة طبعا من برنامجكم خليك واعي مع اتش. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، من الحلقات اللي تملي اقول لك اعمل لها داونلود، وطبعا ما تنسناش باللايك والشير والمتابعة عشان يوصلك كل جديد. الحلقة طبعا هتكون عن موضوع انتوا طلبتوه كتير، وطبعا انا فكرت كتير جدا عشان اقدر انزل الحلقة النهاردة، عشان اقدر ازاي اوصلها لك بطريقة تقدر تخش بيها البيت، يعني ان المعلومة تجيلك تقدر تفهمها، تبقى بسيطة عليك، تخش بيها بيتك. طبعا حلقة النهاردة زي ما انتوا شايفين طبعا من الغلاف بره هي الأورجازم. هنفهم النهاردة هو ايه الأورجازم ده، ويعني ايه الفرق ما بين النشوة ما بين الرجالة والستات، وهل كل الستات بتوصل للنشوة دي، وليه في بعض الستات صعب يوصلوا للنشوة دي. يعني بعض السيدات بيبقى عندهم مشكلة في الوصول لموضوع الاورجازم ده. كل ده هنشوفه واكتر في الحلقه النهارده، فما تنسناش طبعا باللايك وشير ومتابعه، وشوف الفيديوهات السابقه اللي قبل كده. زي ما قلت لكم في برنامج مجاني، البرنامج المجاني هو اخر 10 فيديوهات، فيهم الجزء المكملات، وفيهم البرنامج النفسي، وفيهم البرنامج الرياضي المطلوب منك عشان تقدر تعمله لو انت مقبل على زواج او انت كنت مدمن عاده سريه وبطلتها. بحاول اعمل قدر الامكان ان يكون عندك الموضوع مجاني وتفهمه، فبرجاء ما تبخلش على نفسك بجزء من الوقت، حتى لو انت بتتفرج على 3 4 فيديوهات يعني في يومين تكونوا خلصوا، لان هو الفيديو كله على بعضه 3 4 دقايق. هنتكلم دلوقتي على الجزء الاول، وهو خاص بايه هو الاورجازم. ما هو الاورجازم؟ الاورجازم بكل بساطة هو عبارة عن وصول الزوجة الى اقصى قمة من النشوة الجنسية والجسدية والعاطفية اثناء العلاقة. طيب بس كده لا، يعني هي بتساوي انقباض للعضلات الموجودة في منطقة الحوض، وده بيبقى راجع بكل بساطة لتحفيز البنظر، تمام، انا طبعا غيرت اسمه، ومنطقة الايس كريم، او الاتنين مع بعض. ففي الحالة دي الطريقة اللي بيحصل بيها النشوة. خلي بالك انا هنا برضو لازم اقول لك نقطتين، يعني نقطتين علميتين جدا. النقطة الأولى إنه مش 80% من السيدات ما بيوصلوش للنشوة بلا علاقة. اوعى تفتكر إن العلاقة إن هي الخد وهات اللي بيحصل ده اللي بيؤدي للأورجازم، لا خالص. الأورجازم يا جماعة في فرق كمان بينه وما بين اللي بيحصل الكامينج، اللي هو إن هي السيدة بتيجي تمام، او الزوجه بيحصل لها ان هي بيحصل لها زي ما بيحصل لك ان انت جيت فهي بتيجي يعني. فبكل بساطه الاورجازم ده ما بيجيش بالطريقه الطبيعيه بس في 80% من السيدات. في 20% من السيدات هو اللي بيحصل لهم الموضوع ده طبيعي، لكن 80% بيحتاجوا طبعا الدخول بنقط اخرى. وخلي بالك العلاقه ما بتبقاش بس بالسحلبوز بتاع حضرتك، لا، في طبعا ودول من اهم الحاجات اللي بتحصل مع اللسان. فهو ده اللي بيعمل الاورجازم. او بيحصل نوع ثالث اللي الزوجة بتعمله لنفسها بعد ما بتخلص العلاقة مع حضرتك، وده امر طبيعي ممكن وارد جدا يحصل لو انت عندك مشكلة في القذف السريع، او ان انت مش بتعمل احماء او مدة كافية للموضوع ده، او ان انت ما بتكملش بنفسك. فكل الحاجات دي بتحصل، ودي هيفتح لنا سؤال، حاجة مهمة جدا ونقطة مهمة جدا في الفيديو ده اللي بيخليني تملي اقول لك ابعد تماما عن مشاهدة الافلام الاباحية، ابعد تماما عن العادة السرية. عارف ليه؟ لانك هتكون شخص اناني في العلاقة الجنسية مع الزوجة، شخص اناني. الفيلم الاباحي يا جماعة احنا قلنا اضراره، فده بيفهمك ان الست هي مجرد اداة لمتعة الرجل. انت اصلا اتلغى فكرة ان انت عايز تمتع الزوجة، وده اللي بيخلي عندك سرعة قذف، لان انت مش فارق معاها هي تتمتع ولا ما تتمتعش، انت مش فارق معاك ان هي تبقى مبسوطة ولا انت مش فاهم اصلا. انت فاكر ان هي كسيدة بعضها على بعضها كده هي معمولة عشانك انت، عشان انت لما تبقى حصل لك ان انت جيت فهي تبقى مبسوطه خلاص، هي اكنها جت. انت بيجي لك النشوه بتاعتك يبقى هي كمان جالها خلاص باي ديفولت. الكلام ده غلط تماما وعالي تماما من الصحه. انت لازم تفكيرك يتغير، ان العلاقه مشاركه عاطفيه ما بينك وما بين الزوجه، فواجب التنبيه في النقطه دي. وعشان كده قلت لك الفيديو ده مهم جدا لكل واحد مقبل على الزواج، او عايز تنظف دماغك من الافكار الغلط اللي انت كنت بتتفرج فيها على الافلام الاباحيه. طبعا زي ما قلنا ان مش كل الرجاله طبعا بتقدر تعمل موضوع الاورجازم ده للزوجه، فده رجع زي ما قلت لكم لتغيير بس في العقليه، ان احنا لو غيرنا عقليتنا هنعرف نعمل ده، هنعرف نمتع الزوجه، هنعرف ان هي شريكه في العلاقه زي ما انا عايز استمتع هي كمان عايزه تستمتع، فتفكيرك هيتغير، حتى نفسك اصلا كمان بتطول في العلاقه وبتحب العلاقه مع الزوجه. زي ما برضو في سيدات ما بتقدرش توصل للاورجازم ده. هل ده
يرجع لايه؟ للاسباب اللي هقول لك عليها. اما ان بتكون الزوجه عندها قلق من الزوج، قلق ان هي يعني تتواصل معاه، طريقه ان انا ببقى مبسوطه بالعلاقه دي هتكون بالطريقه الفلانيه، خوفا من ان هي تكون ست عندها يعني علاقات او افكار سابقه فتبقى في موقف وحش. وده غلط تماما يا جماعه. ما دام انتوا اتجوزتوا خلاص، ربنا سبحانه وتعالى قال لك انتوا سكن لبعض خلاص، يعني قفلت باب اوضتك خلاص، اسراركم دي ليكم. تطلب منك تعمل لها قرد، تعمل لها وضع الدولفين، الكلام ده ما بينكم وما بين بعض. انسوا اي حاجه هتوقف ما بينكم المتعه دي انتوا خلاص، دي ان انتوا تستمتعوا فيه ببعض. لكن حته ان الاحترام، مفيش احترام في العلاقه يا جماعه. انتوا يعني انا مش فاهم ايه فكره الاحترام في العلاقه. العلاقه والمتعه في العلاقه ما فيهاش احترام، انتوا الاثنين اوريدي عريانين يعني. فالفكره كلها ان انتوا لازم تبقوا مقربين من بعض، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان عدم معرفه الست بجسمها، ودي طبعا بتؤدي في 100% ان هي ما بتعرفش توصل للنقط الخاصه بالنشوه اللي بتخليها عاليه جدا في نشوتها، وبالتالي توصل سريعا للاورجازم. رقم ثلاثة، عدم المداعبه ما بين الزوج للزوجه. المداعبه دي يا جماعه مهمه جدا، لان هي مساله تحفيزيه. والمداعبه مش بس ده كلام وعواطف والنقط دي كلها، وان انت بتقعد بقى بتطول في الفتره دي، عشان لما بتعمل عمليه الامبليكس ديبرياج مع الزوجه وفتره عمل النسكافيه، انت بتكون هي في اعلى مستوى ليها، وبالتالي ممكن توصل للاورجازم. ما وصلتش زي ما قلت لك، عندك يعني صباعين معمولين مش بس للكتابه يعني والقرايه او تبصم بيهم، يعني انت تقدر تعمل بيهم، وهو اساس الموضوع بتاع الاورجازم ده. وده السبب ان انا قلت لك ان انت بتستخدم الصباعين مع لسانك يعني. فده اللي بيبقى اللسان طبعا بتلحس بيه الايس كريم، والصباعين بيكونوا جوه الكونو بتاع الايس كريم نفسه يعني. فده نقطه مهمه وملهاش علاقه بسرعه وانعدم، عشان بس ما تقولش اصل عندي سرعه. ملهاش علاقه، يعني صوابعك ملهاش علاقه بالسرعه، لسانك ملوش علاقه بالسرعه. تمام. فدي النقطه الثانيه اللي اتكلمنا فيها على السيدات. النقطه الثالثه، الشك او الخوف من ان تفاتح الزوج في النقطه دي، فبالتالي برضو ما بيحصلهاش عمليه الاورجازم. هنخش بعد كده على الجزء الثالث. الجزء الثالث معانا هو ازاي بقى انت كزوج، يعني ده بقى الكلام هنا للزوج نفسه. الفقره اللي فاتت كانت للزوج، هنا للزوج. فانت ازاي كزوج تقدر توصل الزوجه للاورجازم. وخلي بالك انا هديك ده سر بقى، خدوا ده سر حياه يعني. مادام قدرت توصل لزوجتك للاورجازم خلاص، مشاكلك كلها تمام، امورك تمام، فطارك تمام، عشاك تمام، غداك تمام، حياتك تمام، امورك تمام، دنيتك تمام عشان بس انت وصلت لاقصى سر عندها. لان الموضوع ده هو افضل حاجه في العلاقه تماما الاورجازم. مش شرط تعمله كل يوم، مش شرط، مش مطلوب منك، لكن على الاقل ان انت تقدر تعمله مره في الاسبوع. فاهمني؟ فالموضوع ده خلي بالك يعني، حتى انا بديك افكار وتبقى فاهم، عشان ممكن تسالني بعد كده هو بيتعمل كل قد ايه، هو انا المفروض كل يوم اعمله؟ لا، يعني مره في الاسبوع عادي خالص. تمام. شويه مجهود، شويه حاجات منك، بس ده بيدل على حبك قد ايه، ان انت بتحب زوجتك، وبيبقى في ترابط عاطفي قوي جدا ما بينك وما بينها. المهم انه ازاي توصل بقى زوجتك للنشوه؟ بكل بساطه ان انت تسالها ايه هي الطرق اللي بتستريح فيها في الاوضاع. افضل وضع هي بيتحبه او بيوصلها لاقصى قدر من الانبساط او الاريحيه والنشوه. ما تحطش حواجز ليها في ان هي تكلمك، لان في بعض زي ما قلت لك مشكله في الرجاله، في بعض الرجال بيحطوا حواجز. يا عمي انت متجوز، يا عمي انت متجوز، مش تقفل على نفسك وتدور بره. ما هو التدوير اللي بره ده راجع ليه؟ لان انت عايز تسمع الكلام ده بره، ما تسمعه جوه البيت. على الاقل مش هيجي لك لا ايدز ولا سيلان ولا زهري ولا اي حاجه من الحاجات دي. على الاقل مش هتبقى عندك خوف او بتعمل حاجه بتغضب ربنا بيها. انت خلاص يعني، انت ربنا عطيك خلاص الحق، قال لك نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. خلاص. فالفكره كلها اعمل اللي انت عايزه ما عدا حاجه واحده. خلاص. فكل اللي انا بقوله ده مش ده حلال، ده التفسير يعني. فدي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ان يكون عندك ثقة في نفسك. النقطة الخامسة ان انت تبقى كمان عندك فترة المداعبة بتاعتك كويسة، وخصوصا تاني مش تقعد تدعب لي في المناطق العلوية وصوابع الرجلين وصوابع الايدين. الفكرة كلها المطلوب في الحتة دي هي المداعبة في منطقة الايس كريم، من الاول البنزر والايه النقط السفلى. يعني انا طبعا بكلمك عشان تاني اهو بقول ان الموضوع صعب، فانا بحاول بقدر الامكان اوصله لك بالطريقه اللذيذه اللطيفه الكوميديه، بس هي المعلومه انت تفهمها، عشان ما يبقاش المعلومه صعبه عليك او انا داخل لك فيها اجريسيف شويه. في نهايه حلقه النهارده
انا بس عايز اوصل لك انه الموضوع مهم جدا. الزوجه هي شريكه ليك في العلاقه. اللي انت شفته في الافلام ده كبانيه، ارميه في الزباله او اضرب عليه الكبانيه. ليه؟ كل اللي انت شفته بيعلمك الانانيه، وان الزوجه بتتضرب ولازم تديها قلمين وتديها بالروسيه في دماغها عشان تعمل علاقه كويسه. الكلام ده يا جماعه ده كلام ناس مجانين عندهم شذوذ في الافكار، شذوذ الفكري في العلاقه. وعشان كده تملي ارجع لحلقات الافلام الاباحيه، هتتبسط وتضحك وهتبقى مبسوط قوي. وعندك برضو ليله الدخله، فدي ده الحلقه دي زودها على ليله الدخله. بشكركم شكرا جزيلا، ما تنسوناش باللايك والشير والمتابعه. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوناش في الكومنتات ان انتوا تقولوا لنا ايه هو الفيديو اللي انتوا حابين نتكلم عليه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.